بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة بيسان والكرة الأعزاء في كل مكان في هذا العدد الجديد الذي سيكون مليء بأخبار لاعبينا. أتمنى أن ينال إعجابكم. ابقوا معنا وتابعوا فيديو اليوم لنهايته. لم ينتظر الجزائري الأصل ومهاجم ماغديبورغ الألماني الجديد رايان غريب ليبهر الجميع وينال الثناء ومن أكبر الصحف الألمانية، وهذا بعد أن سجل ثنائية وقاد فريقه للتأهل في كأس ألمانيا. صحيفة كيكر الألمانية الشهيرة أعدت اليوم تقريرا عن غريب وأثنت عليه بصورة كبيرة جدا لدرجة أنها وصفته باللاعب العبقري. غريب حصل أيضا على ثناء مدربه في ماغديبورغ فايديلر، والذي قال أنه بدأ بداية أكثر من مثالية وأن تتويجه بجائزة رجل اللقاء مستحقة. مدرب ماغديبورغ قال أنه سعيد بشكل خاص لغريب الذي استطاع أن يبعد الضغط عن نفسه في أول ظهور أساسي له، وأكد قيمته وفنياته بتسجيله ثنائية ثمينة جدا. رايان غريب مهاجم جيد، أتمنى أن يكون خياره باللعب في ألمانيا خيارا مثاليا ويواصل التطور، لأن تطوره توقف بشكل كامل في آخر موسم ونصف في فرنسا ولعدة أسباب. بدايته قوية جدا، عليه استغلال الأمر والارتكاز لمواصلة التألق والتسجيل، وبدون شك تسجيله ل10 إلى 15 هدف في الموسم المقبل سيكون كفيلا بنقله للبوندسليغا. منذ انتقاله لنادي براغا الصيف الماضي اختفى اسم الدولي الجزائري رفيق غايتان كليا، حيث عانى من نصف موسم أول أبيض ونصف موسم ثاني عانى فيه لأجل العودة، لكن يبدو أن ما يملكه غايتان من مستوى فني لم يندثر، بل على العكس ما زال يجلب له الأنظار، وكان آخرها من إدارة إلتشي الناشط في الليغا الإسبانية. تقارير برتغالية قالت أن إدارة إلتشي تقدمت بعرض رسمي لأجل ضم الدولي الجزائري. إدارة ومدرب إلتشي وبحسب صحيفة ريكورد يرون أن غايتان لاعب ممتاز فنيا وجيد في الاختراق وقوي جدا في الثنائيات 1 ضد 1، وهو اللاعب الذين يرغبون حقا في ضمه، ولهذا قدموا أول عرض له ولإدارة ناديه إستوريل. الصحيفة ذاتها قالت أن العرض المقدم هو عرض مع إعارة مع أحقية الشراء، لكن إدارة إستوريل بارايا لا يبدو أنها ستوافق. إدارة إستوريل تريد بيع اللاعب وفقط وب3 ملايين أورو، وقد اكتفت من الإعارات. إضافة إلى ذلك عقد غايتان ينتهي بنهاية الموسم، ولهذا فإن النادي سيبيعه فقط، وإلا فإنه سيستفيد منه طيلة الموسم المقبل. غايتان الذي سجل هدف اليوم بالمناسبة من أكثر اللاعبين الجزائريين قيمة فنية، هو فنان حقيقي وفتاك في الثنائيات 1 ضد 1، لكن خياره باللعب في براغا الموسم الماضي قسم ظهره حرفيا وأعاده للصفر. الليغا الإسبانية تبدو وجهة ممتازة لأجل العودة في انتظار موافقة ناديه على رحيله، لأن الصحافة البرتغالية تقول أن اللاعب موافق على الرحيل. قدم الدولي الجزائري سعيد بالرحمة وبقية زملائه في نادي النيوم السعودي مستوى ممتاز في آخر ودية الفريق، وذلك بلقاء روما الإيطالي وبتواجد كثير من نجومه اليوم. بالرحمة وبقية زملائه تمكنوا من فرض التعادل بهدفين لهدفين ضد عملاق العاصمة الإيطالية، وهي نتيجة تبدو مبهرة جدا حتى لو كان اللقاء وديا. سعيد شارك وتألق وقدم مستوى جيد، والأهم من هذا وذاك أنه سجل هدفا من ثنائية فريقه. نادي نيوم قام بتعاقدات كبيرة وجلب مدرب جديد وغير تقريبا كل محترفيه، لكن رغم ذلك ما كانت بالرحمة لا يبدو أنها ستمس، في انتظار ما سيقدمه في الموسم المقبل، وهل سيتمكن من المنافسة على اللقب وخلافة نادي الاتحاد. في لقاء خاص جدا ضد فريقه السابق استهل الدولي الجزائري رايان أيت نوري مسيرته مع ناديه الجديد بطريقة أكثر من رائعة.
فرغم أن الوولفز سابقا كانوا دائما فريقا قويا على أرضهم، إلا أن رايان وبقية زملائه استطاعوا اكتساحهم اليوم وبرباعية كاملة من دون رد، مع مستوى مميز جدا لرايان دفاعيا وهجوميا. أيت نوري نال بعض الثناء من محلل شبكة سكاي سبور جيمي ريدناب، الذي هنأ غوارديولا على خياره بإشراكه أساسيا، وقال أنه سيكون له دور كبير في الفريق الموسم الحالي. البداية قوية جدا، لكن المستوى الحقيقي للسيتي سيظهر مع الكبار، وخاصة بطل الموسم الماضي ليفربول، ولو أن بيب وأيت نوري معولين على اللقب هذا الموسم. ظهور موفق جدا ذلك الذي ظهره الدولي الجزائري إبراهيم مازا في لقاء الكأس رفقة ناديه باير ليفركوزن. مازا وبعد فترة التحضير الكبيرة التي قدمها طيلة الصيف بدأ الموسم أساسيا، وهي أكبر مكافأة له، خاصة بعد أن شكك البعض في قدراته. الأكثر من ذلك، مازا قدم مستوى ممتاز وكان ساحرا كما وصفه الموقع الرسمي للنادي كما تشاهدون. بخصوص ردات الفعل حول مستواه، البداية كانت بمدربه إريك تين هاغ، هذا الأخير أبدى رضاه الكامل على مستوى مازا، ولو أنه أكد أنه ينقصه بعض الأشياء سيتقنها مع توالي الجولات. تين هاغ قال أنه أعجب بمازا وبطريقة لعبه وبدوره الرائع بالكرة وسيطرته الكبيرة عليها وإيجاده الحل دائما بشكل سريع. ليس تين هاغ وفقط، المدير الرياضي لليفركوزن سايمون رولفز كان أكبر السعداء بمازا، كيف لا وهو الذي راهن عليه وتعاقد معه. رولفز قال أن مازا قدم مستوى ممتاز في لقاء الكأس، وأكد أن النادي كان محقا في التعاقد معه. رولفز ختم تصريحه بالقول أن مازا واللاعبين الشباب الذين تعاقد معهم الفريق قادرين على تعويض فيرتس والراحلين. الصحافة الألمانية بدورها أثنت على مازا وقالت أنه قدم مستوى سحري، خاصة طريقة لعبه التي تعتبر فريدة من نوعها للاعب يبلغ من العمر 19 سنة فقط. صحافة ليفركوزن قالت أن ما قدمه مازا في لقاء غروسباخ يجعلك تنتظر اللقاء المقبل لمشاهدته ورؤية المزيد من فنياته وسيطرته على الكرة خاصة. شهادة جديدة حصل عليها الجزائري الأصل ولاعب ليون الشاب خالص مراح، وهذه المرة من زميله في الفريق ولاعب بايرن ميونخ السابق كورينتان توليسو. وفي تصريحات إعلامية سئل عن مراح ومستواه في فترة التحضير، وهنا أثنى بطل العالم السابق كثيرا على زميله وقال أنه أبهر بمستواه. توليسو وصف مراح باللاعب الذكي وقال أنه أبهر بطريقة تعامله مع الكرة، فرغم صغر سنه إلا أنه كان يجد الحلول دائما وبسرعة كبيرة وبذكاء خارق. كان دائما يتصرف بالطريقة الصحيحة، وهو ما يؤكد أنه موهبة كبيرة جدا سيكون لها شأن في ناديه الحالي ليون، ولما لا منذ بداية الموسم. خالص مراح للإشارة لم يبدأ الموسم أساسيا، وهي شبه مفاجأة، حيث كان قد شارك أساسيا في أغلب اللقاءات القوية في فترة التحضير وقدم فيها كلها مستوى ممتاز. الأمر ليس سيء كثيرا، الموسم طويل والفرصة ستتاح له بكل تأكيد مع توالي الجولات، والإجماع في محيط نادي ليون أنه سيكون مفاجأة الموسم كبير. أشرت قبل شهرين من الآن لتصريح غريب لمدرب ميشلان قال فيه أنه لن يبيع لاعبه الجزائري رفيق بلغالي إلا بعد مرور النصف الأول من شهر أوت، ولا يعلم إن كانت مصادفة أم أمر دبر له. تقارير إيطالية كشفت اليوم أن إدارة هيلاس فيرونا أنهت اتفاقها رسميا مع نادي ميشلان، وبلغالي سيصبح لاعبا للفريق في غضون ساعات. شبكة سكاي سبور الإيطالية الشهيرة قالت أن المفاوضات بين الناديين انتهت باتفاق، واللاعب ووكلاء أعماله موافقون على الراتب المعروض والشروط الموضوعة، ما يعني أن الاتفاق نهائي. سكاي قالت أن بلغالي يكون قد استقل الطائرة فعلا متوجها لإيطاليا على أن يصل لفيرونا سهرة اليوم.
المصادر الإيطالية والبلجيكية تكلمت عن انتهاء الصفقة باتفاق، لكنها خاصة البلجيكية لم تشر لسفر بلغالي صوب إيطاليا، لكن الاتفاق بحسبها موجود، وبلغالي ربما يكون لاعبا لهيلاس فيرونا مع نهاية الجولة الحالية من الدوري البلجيكي الممتاز. بلغالي إذن يختار الكالتشو بالرغم من أنه كان مطلوب أيضا من فرنسا وألمانيا. بلغالي ظهير أيمن ممتاز وعصري منذ كان يلعب في الدرجة الثانية البلجيكية، وأنا أنادي بضرورة منحه الفرصة، ومع مرور السنوات تطور بشكل رهيب، وبات الآن إن شاء الله لاعبا في الكالتشو، ولهذا لم تعد هناك أي حجة أمام بيتكوفيتش من أجل مواصلة تهميشه. عليه فقط أن يبدأ أساسيا في إيطاليا ويضمن مكانه، واستدعاؤه لن يتأخر بدون شك. انقاد نادي مارسيليا الفرنسي سهرة أمس لخسارة قاسية ضد ران في لقاء شارك فيه الدولي الجزائري أمين غويري أساسيا، وقدم فيه مستوى متواضع مثل باقي زملائه. لكن الغريب أن الصحافة الفرنسية خصت الدولي الجزائري بنقد لاذع اليوم، وبدأ التشكيك في قدرته على قيادة هجوم الفريق الموسم الحالي. الدولي الجزائري شارك تقريبا ل 88 دقيقة، لكنه لم يقدم مستوى جيد، ولهذا منح أسوأ التقييمات ونال ألذع الانتقادات. النقد الموجه لغويري يبدو مستحق، خاصة أن الآمال التي علقت عليه قبل بداية اللقاء كانت كبيرة جدا، لكن أن يخص وحده بالنقد اللاذع دون باقي اللاعبين خاصة لاعبي الشق الهجومي فيه ظلم. وبصورة طبيعية بدأ التشكيك في قدرة غويري على المشاركة أساسيا في اللقاء المقبل. على العموم التشكيك في قدرة غويري على حجز المكان رقم 9 لم يبدأ من اليوم بل منذ عدة أيام، حيث بدأت بعض الأصوات بالمناداة بضرورة منح المركز الأساسي للاعب الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ، والذي يعتبر قناص حقيقي. غويري الآن في موقف جد سيء، الكرة في ملعبه من أجل الرد على الجميع والبرهنة على أن لقاء ران لم يكن سوى كبوة جواد. أمين غويري في وضع حرج، خاصة أن المنافسة في الموسم الحالي ليست مثل الموسم الماضي. في الموسم الحالي يوجد منافس قوي جدا يمكن أن يجلسه على الدكة في أي لحظة. رغم أنه شارك أساسيا وواصل نيل ثقة مدربه روبان فان بيرسي، ورغم أن فريقه فينورد حقق النصر خارج أرضه على حساب نادي أكسلسيور، إلا أن المستوى الذي ظهر به الدولي الجزائري أنيس حاج موسى اليوم كان سيء، بل كان مقرف بحسب وصف بعض الأنصار. أنصار فينورد انهالوا بالنقد على حاج موسى، وأجمعوا على أنه دخل حقا نفقا مظلما، فمنذ بضعة لقاءات لم يقدم أي مستوى سواء في الأبطال أو في الدوري المحلي. ولقاء أكسلسيور اليوم كان نسخة من مستوى حاج موسى السيء جدا، ولهذا النقد الذي وصله مستحق. فئة كبيرة من أنصار فينورد بدأوا من الآن في الحديث عن ضرورة بيع حاج موسى. الكثير منهم قالوا أن بقاءه غير مفيد، والثقة التي تمنح له في غير محلها، فهو لم يقم بأي تسديدة على المرمى بحسبهم، حتى نقطة قوته في المراوغات غابت اليوم نهائيا. أيام صعبة جدا في انتظار الجزائري. رغم أنه ليس جاهزا بعد، ورغم أن مدربه إيفان ليكو قال بصريح العبارة أن مشاركته مستبعدة، إلا أن الدولي الجزائري عبد القهار قادري ظهر لأول مرة بقميص ناديه جينت، وذلك في لقاء عشية اليوم ضد نادي ميشلان. قادري لعب آخر نصف ساعة وقدم مستوى مقبول، والأهم من ذلك أنه قدم كرة حاسمة. الجزائري قاد فريقه للتعادل الإيجابي هدف لهدف، وهو ما سيكون في صالحه، وذلك بدون شك لمساعدته للظهور أساسيا والذي لن يتأخر كثيرا. للإشارة أيضا الدولي الجزائري رفيق بلغالي، ورغم أنه كان مرشح للبدء أساسيا غاب عن ورقة اللقاء، وهو تأكيد النهائي ربما أنه رحل عن ناديه، وأنه فعلا في طريقه لإيطاليا للتوقيع مع نادي هيلاس فيرونا. إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى، نلتقي إن شاء الله غدا. السلام عليكم.